لا شك أن كل عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم علما يقينا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم من أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاهم لنشر رسالته صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قد رضي عن الصحابة وزكاهم في آيات تتلى إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عن الأنصار، قال صلى الله عليه وسلم عن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: لا يحبهم إلا مؤمن. اسمع يا عبد الله، أنك إذا تحب الصحابة وتحب المهاجرين والأنصار أن ذلك من الإيمان. قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي أنك يا عبد الله لو أنفقت بقدر جبل أحد ذهب ما بلغت مد أحد من الصحابة المد والحفنة ولا نصيفه. أي هذا الجبل العظيم كما تعلمون جبل أحد ذلك الجبل الشامخ، تنفقه يا عبد الله ذهب بقدر هذا الجبل لا يساوي نصف حفنة من الصحابة. واحد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بذلوا أرواحهم وأموالهم فداء له صلى الله عليه وسلم. فهذه عمارة رضي الله عنها امرأة كانت عندها الغيرة، كانت في أحد المعارك تصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيبت في رقبتها إصابة بليغة، كل ذلك دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه وأرضاه في ليلة الهجرة ينام مكان النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قام النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فجهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فرفض المسلمون أن يخرج هذا الجيش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأنفذن ولأبعثن هذا الجيش حتى ولو خطفتني الطير والسباع حتى أقضي أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول للصحابة في المسجد: أجلسوا، فما كان له إلا أن يجلس خارج المسجد، مع أن الخطاب ليس موجها له. أحباب الكرام، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، عاشوا على حياة النبي عليه الصلاة والسلام،
طبقوا سيرته وسريرته وأفعاله وأقواله في حياة الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الكرام، ما شجر بين الصحابة أغلب الأخبار تثبت أن ما شجر بين الصحابة كذب في كذب، حتى ولو كان صحيحا فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معذورون عن ذلك لأنهم مجتهدون. وكما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. الواجب يا أحباب الكرام أن ندافع عن الصحابة. كيف ذلك؟ أن ننشر سيرتهم بين الناس، أن نسير على ما سار عليه الصحابة وسار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نعلم سيرهم العطرة لأبنائنا وبناتنا، نقاطع ونبغض كل من يتجاوز على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام.